اهلا بيكم يا بنات، يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكل حد لسه بيشوفني لاول مره، واهلا وسهلا طبعا بكل الناس اللي بتشوفني على طول. لو لسه اول مره بتشوفيني فانا شيماء، دي قناتي. انزلي اعملي لي اشتراك للقناه، العلامه الحمراء اللي جنب الاسم، وكمان فعلي الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو بينزل في القناه اول باول. وكمان اتمنى منكم ان انتوا تدعموني بلايك للفيديو ده، الفيديو بتاعنا على طول. وهي دي المنتجات. طبعا انا عملت معاكم سلسله مفضلاتي في سنه 2023، وده اخر فيديو في السلسله دي، وهيبقى مفضلاتي من منتجات الشعر اللي استخدمتها وحبيتها. وكمان دي بقول لكم بقى في نهايه السنه، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله السنه الجايه تبقى سنه خير علينا، وربنا يا رب ينصر اخواننا في فلسطين. ما تنسوش تدعوا لهم كتير وتتمنوا لهم النصر القريب باذن الله. دلوقتي اول حاجه هتكلم عنها، طبعا محتاجين يكون عندنا شامبو للشعر عشان ينظف فروه الراس وينظف كمان الشعر من الزيوت اللي بتبقى متراكمه فيه. بنستخدمه من مره لمرتين في الاسبوع، ولو شعرك دهني قوي بتستخدميه تقريبا 3 مرات. انا جربت الشامبو ده من الو ايفا، جايباه من على الويب سايت بتاع ايفا، لاني لفيت عليه في صيدليات كتير وما كنتش بلاقيه، اللي هو بالصبار وزيت الارجان. ومن الحاجات اللي انا حبيتها قوي. طبعا مش هطول الفيديو، كل منتج هنتكلم عنه في فيديوهات لوحده. بعد طبعا ما بننضف فروة الشعر كويس او بنغسل شعرنا من الزيوت والدهون اللي عليه بالشامبو، بندخل بقى على الخطوة اللي بعد كده، وهي استخدام البلسم عشان كمان يطر الشعر ويخلي الشعر كده مظهره ناعم وصحي. البلسم اللي انا استخدمته الفترة دي او في سنة 2023 وهو البلسم ده بتاع لاكتويل، جايباه من الصيدلية، حجمه 120 مللي ب10 جنيه من الصيدلية. بيخلي الشعراية ناعمة قوي، تحسي بشعرك مختلف بجد بعد ما تستخدميه. وطبعا احنا بنسيب البلسم على شعرنا من 3 ل5 دقايق وبعد كده بنغسله، وكمان مش بنجيبه على فروة راسنا، بنحطه على الشعر بس. بعد كده البلسم ده بتاع من الحاجات التحفه قوي اللي انا بحبه وبكرره. فالبلسم ده بجد من الحاجات اللي انا بحبها واستخدمته كذا مره، يعني استخدمت منه الانواع بتاعته حلوه قوي. كان سعره 20 جنيه، والحجم الاكبر كنت جايباه ب25 جنيه برده، هوريهولكم. ده اللي هو بالعسل وزيت جنين القمح وزيت الارجان، وحجمه 400 مللي ب20 جنيه. بيطر الشعر جدا، وكمان بستخدمه لابني. اي بلسم بستخدمه لشعري بستخدمه لابني وبيبقى حلو معاه جدا. بس لو اطفالك صغيرين يفضل ان انتي تستخدمي لهم المنتجات بتاعه البيبيهات وكده، بس هو حاليا عنده 6 سنين. وده برضو منك بلسم للشعر حلوة قوي. ده بلسم مقوى بزيت الزيتون وزيت اللوز والصبار، وده حجمه كان 700 مللي وكان ب25 او ب27 جنيه. بيقعد معاكي وقت. بصوا انا عايزة اوريكم قوامه. بصوا ده اهو، قوامه خفيف جدا، وكمان ريحته حلوة، بيسيب الشعر مترطب وريحته حلوة قوي. استخدمنا الشامبو، استخدمنا البلسم، طبعا ضروري نستخدم حمام كريم للشعر. طبعا لازم كل فتره نحط ماسك لشعرنا او حمام كريم. حمام الكريم ده بيبقى طبعا بديل للماسك بتاع الشعر، عشان احنا بنسيبه على شعرنا مثلا ربع ساعه او تلت ساعه. وانا جربت الانواع كلها بتاعه فاتيكا وبحبها قوي. جماعه في واحده دخلت قالت لي ان فاتيكا ده تبع شركه هنديه، وان الهند مش تبعنا. بس كل اللي انا اعرفه ان فاتيكا صناعه مصريه، وموجود على العبوه ان هو مصنوع في مصر، فمش مقاطعه ولا اي حاجه. والشامبوهات بتاعته بصراحه انا ما بفضلهاش، يعني استخدمته مره او 2 بس ما حبيتش شامبوهات فاتيكا لشعري. بس حمام الكريم حلو قوي، ده اللي هو اللي بزيت الارجان. جربت اللي بالثوم، وجربت اللي هو التاني اللي لونه اخضر تقريبا كان باللوز، وجربت كمان اللي بالحبه السوداء واللي هو اللي لونه بصوا جربت كل الالوان او كل الانواع بتاعه الحمام كريم بتاع فاتيكا من زمان جدا وانا بستخدمه، ومن الحاجات الحلوه قوي. برده ريحته حلوه، بيسيب الشعر طري وناعم قوي، وكمان سعره مش غالي. مش فاكره دلوقتي، ممكن يكون العبوه دي في حدود 20 جنيه او حاجه. وبعدين حجمه حلو، هيقعد معاكي وقت طويل، حجمه 250 جرام.
بعد كده هتكلم معاكم بقى عن الحاجات اللي انا استخدمتها كدهان للشعر، والحاجات دي اللي هي الكريمات اللي انا استخدمتها. وهو ده كريم تسريح الشعر من فاتيكا، من الحاجات اللي انا حبيتها قوي. انا كنت جايباه استخدمه لابني، بس لما جربته معاه حبيته قوي وحسيت ان هو بيرطب الشعر. في منه انواع كتير واحجام كتير جدا. بعد كده بقى من الحاجات اللي انا بحبها جدا جدا وكررتها كذا مره، الكريم ده بتاع منك، ده اللي هو بزيت المنك لشعر قوي ولامع، وده اللي هو بجوز الهند. وهما الاتنين حلوين قوي، ونفس النوع موجودين في الصيدليات، موجودين في المحلات، بيرطبوا الشعر حلو قوي. بستخدمه انا وابني كمان، يعني ينفع للاطفال، ينفع لبنوتك، ينفع ليكي طبعا. بصوا من الحاجات اللي انا حبيتها، بس النوع ده اكتر نوع حبيته بجد. وبصوا مخلصه منه اصلا كتير، وعندي عبوات تانية وكنت مجربه منه اول مره. جبت الحجم الكبير بتاع ده تقريبا في رينج سعره 13 ونص او 15 جنيه. بس بجد من الحاجات الحلوه قوي. كنت سامعه دكتوره بتتكلم عنه، ولما جبته حبيته بجد، فقررت منه كتير قوي. بعد كده الكريم ده برضو بتاع نتائج الطبيعة، اللي هو بالكولاجين، ده اللي هو بديل الكرياتين. بتحسي ان هو بيفرد شعرك، لازم تستمري عليه عشان تشوفي منه نتيجة. وطبعا كل حاجة بنستخدمها لازم شعرنا ياخد عليها. كده كده ضروري نغير الشامبو بتاعنا كل فترة. انا اصلا كل الشامبوهات بتاعتي اللي انا كنت بستخدمها قبل كده كانت منتجات مقاطعة، فما اتكلمتش على اي حاجة فيها. ولما دورت على شامبو جبت ايفا، وايفا من الحاجات الحلوة قوي، يعني بالذات دلوقتي المنتجات بتاعتها كل الناس بتحبها. ده كان سعره 35 جنيه وحجمه 35 جرام، متوفر في أماكن كتير. وشركة نتائج الطبيعة شركة تقريبا إماراتية في الإمارات، حاجة تبعنا يعني كويسة جدا، والحاجات بتاعتها ممتازة. بعد كده السيرم ده بتاع الشعر، كنت جايباه ب110 من الصيدلية، اسمه ديفي. هو حلو قوي، بيرطب الشعر وكمان خفيف اهو. وانا مخلصه لحد هنا، يعني استخدمته فتره طويله، بيقعد فتره. انت بتاخدي منه بس ضغطتين كده وبتعمليه في ايديكي وتمشيه على شعرك، بينعم الشعر وبيديه كده ترطيب حلو. طبعا ضروري نستخدم السيرم للشعر. في حاجه برضو كان المفروض اتكلم عنها قبل الشامبو والحاجات دي. طبعا ضروري نعمل شعرنا حمام زيت، او كمان ممكن نستخدم زيت خفيف كده كدهان للشعر. هو في زيوت حلوه قوي لترطيب الشعر، تقدري تستخدميه حمام زيت او تقدري تدهني بيه شعرك، هو زي السيرم خفيف جدا. وفي 9 زيوت: زيت شجرة الشاي، وزيت النعناع، وزيت طبعا جوز الهند، زيت المكاديميا، وزيت حاجة اسمها التبلاي او الطبلاي، حاجه مش عارفه، زيت كده اول مره اسمع عنه، وزيت خروع، وزيت بذر الشمام، وزيت ديل الحصان، وكمان زيت الروزماري. فمكوناته حلوه قوي. 10 في واحد، يعني في مجموعه يجي 10 زيوت او 9 زيوت حاجه كده. فهو حلو قوي. وهو من جوه بصوا هو فيه قطره بسيطه قوي اهو، وحجمه 120 ملي، بيقعد برضو حبة حلوين. وبجد من الحاجات اللي انا حبيتها، وكمان ريحته حلوة قوي. ومن الحاجات اللي لازم تكون عندنا الفرشة دي بتاعة عمل مساج كده للشعر. وانت بتغسلي شعرك بالشامبو تقدري تمشيه على فروة الراس كده بحركات دائرية، هتنضف فروة الراس من اي حاجة متراكمة عليها. وفي نفس الوقت تقدري تستخدميها كمساج لشعرك عشان شعرك يطول وكده، وبتمشي الدورة الدموية يعني في فروة الراس. ولازم كمان يبقى عندنا فرشة خشب، ضروري جدا ما تسرحوش بالحاجات اللي هي البلاستيكيه بتقطع الشعر، وفي نفس الوقت بتخلي الشعر يتساقط. لكن الفرشه الخشب حلوه قوي وخشب نضيفه جدا، كنت جايباها ب50 جنيه. والمشط الخشب ده عندي من زمان جدا، كان عندي السنون الواسعه واتكسر، بس لما جيت اجيب تاني من السنون الواسعه بصراحه لقيتهم الخامات بتاعتهم مش حلوه ابدا. طبعا ده من الحاجات اللي انا حبيتها برضو. ده زي لوسيون كده بيندهن بيه فروة الراس لملء فراغات الشعر وبيتقل الشعر. كانت دكتورة جلدية كاتباه لابني عشان كان عنده فراغات في شعره، وطبعا هو طفل صغير، فانا جربته معاه ولقيته حلو قوي وبيطلع لي الفراغات اللي في شعري.
بتحطيه هو زي الميه كده، بتدهنيه كده على فروه راسك وتعملي حركات دائريه وبتسيبيه على الشعر مش بتغسليه. كان سعره حاجه و20 جنيه لوسيون لفروه الراس. اسمه نيو تونو سكالبين اهو. هبقى اكلمكم عنه في فيديو لوحده، هو بجد حلو قوي. وفي كمان سلسلك اسود. وكمان ضروري يبقى عندنا زيت جوز الهند الاصلي، انا بجيبه من عند العطار اللي هو بيجمد ده. بيبقى لون الزيت لو هو فاكك كده زيت عادي بيبقى لونه مصفر شويه، فهو ده زيت جوز الهند الاصلي. انا بروح عامله البرطمان ده على حسب الميزانه. اخر مره كنت جايباه ب45 جنيه، بيقعد معايا شهور بجد، حلو قوي. تستخدميه بقى طبعا زيت جوز الهند ده لازم يكون عند كل بنت، تستخدميه بقى لشعرك لبشرتك لجسمك، بيرطب حلو قوي. وكمان بستخدمه مع زيت الروزماري ده، اعمل بيه حمام زيت لشعري. طبعا عارفين فوائد زيت الروزماري او اكليل الجبل ده من شركه المصريه، كان سعره 20 جنيه او حاجه و20 جنيه، حلوه قوي. بيطلع طبعا الشعر، بيملى الفراغات، وكمان بيمنع التساقط بتاع الشعر، فلازم تدخليه في روتينك خصوصا لو شعرك ضعيف او خفيف. بعد كده برضو واحنا بنتكلم عن الشعر، في نوعيه بنس. بصراحه البنس اللي هي بتاعه الشعر كده دي بتبقى لطيفه قوي على الشعر. بجيب العبوه دي ب10 جنيه، حلوه قوي، بتبقى مليانه من الجنبين دولت وشكلها شيك وانيقه، حلوه قوي بجد. في منها الوانات كتير فانا بحبها قوي. اخر بقى منتج معانا هنختم بيه الفيديو بتاعنا وهو زبده الشيا. زبده الشيا معروفه وليها فوائد كتير جدا للشعر والبشره والجسم، بترطب حلوه قوي. هي ريحتها بصراحه مش بتبقى الطف حاجه، تحسيها زبده كده عادي. بصوا طبعا بناخد منها مثلا معلقه ونفكها في حمام بخار. حلوه قوي للشعر، بترطب الشعر. كمان تقدري تضيفيها مع الزيوت اللي هتعمليها لشعرك. انا بضيفها في حمام الزيت، بستخدمها لو بعمل مرطب للشفايف، تحطيها على شفايفك بترطب حلوه قوي، وبتمنع الشفايف ان هي تتشقق او يبقى فيها قشور او كده. بترطب الايدين حلو، تحت العين بصوا بترطب حلوه قوي. فلازم تكون عندك. انا كنت جايباها من واحده صاحبتي بتبيع منتجات كويسه جدا، عندها جروب في اسكندريه، هي قاعده في اسكندريه بس طبعا يعني اهلها هنا، وبتسيب لي المنتج اللي انا بطلبه منها. فانا جبت منها زبده الشيا وكانت مليانه. كل البرطمان ده كانت عامله 35 جنيه. بقالها كتير تقريبا سنه موجوده عندي، طبعا مش بتبوظ خالص وانا مش بستخدمها كتير قوي بصراحه، بقالي فتره كنت ناسياها. بس كده يا بنات، بس كده يا بنات، وهي دي كل المنتجات اللي انا جربتها في 2023 وكمان حبيتها لشعري. في طبعا منتجات ما اتكلمتش عنها عشان هي مش معانا، فانا كل المنتجات اللي اتكلمت عنها معانا وواثقه ان هي معانا جدا، وكمان شفت منها نتائج كويسه. اوعوا تنسوا تعملوا اشتراك للقناه، سبسكرايب، العلامه اللي جنب الاسم، وكمان فعلوا الجرس على علامه الكل، وكمان تدعموني باللايك للفيديو، ويا ريت نوصل الفيديو ده ل 200 لايك. بس كده اشوفكم على خير في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين.